كأن مثلا في حرامي فانت عايز تضربيه تقومي ضاربه نفسك انت بالقلم. ده اللي بيحصل لو واحد بياخد ضحيه وعنده برد. لا تحس يا ناصح. طب حلو، ما تخلينيش بقى مد ايدي عليا. عايزه حاجه مضاد للالتهاب. مضاد ايه؟ للالتهاب. انا بقى في حاجه مش عايز اسمعها، انا بسمعها في الحل وفي المراجعات وبتفور دمي. ايوه، اصل حد يقول جبيره طبيه مضاد حيوي موسك اهدي. مضاد حيوي ايه؟ حد مش كله مضاد. الصيدلي بتاع الشارع عندنا كان بيديهولنا على طول، يبقى عنده صداع بيديله مضاد حيوي، رجله بيبقى مضاد حيوي، عندي برد مضاد حيوي، مش عارف في حد تعبان في الشارع خد انت مضاد حيوي علشان ما يجيلكيش. طبعا يا جماعه مضاد الالتهاب غير مضاد حيوي. مضاد حيوي بيعمل ايه؟ بص، المضاد الحيوي بيقتل بكتيريا، المضاد الحيوي ملوش اي دعوه بالالتهابات ولا بيروح على ورم. الراجل ده بيروح انت في كائن تطفل عليكي، ومش اي كائن والسلام، كائن بكتيريا، فانا رايح اقتل البكتيريا دي بالاسم. يعني تعرفوا لو فيروس؟ لا، يعني لو المضاد الحيوي ملوش حاجه مع الفيروسات. يعني لو واحده عندها برد، البرد ده اصابه ايه؟ فيروس. هل الانتي بيوتيك او مضاد حيوي يعمل حاجه؟ لا. كأن مثلا في حرامي فانت عايز تضربيه تقومي ضاربه نفسك انت بالقلم. ده اللي بيحصل لو واحد بياخد مضاد حيوي وعنده برد. يا عيني مستغربه، الصيدلي كان بيغفلني ده كله. كنت مغفل. والله رايحه له برشح وبرد واداني مضاد حيوي. ما انت زبونه، هو امال هيبيع لي مين؟